هل في فرق ما بين الضغط النفسي العادي والاحتراق النفسي؟ الفرق كبير. الضغط النفسي هو مجرد شعور بالضيق شوية، إن الدنيا مش تمام، ولكن الاحتراق النفسي معناه إن أنت مستنزف، حاسس إن أنت فاضي من جوه، حاسس إن أنت مستهلك، مش قادر تتعامل مع حد، مش قادر تضغط على نفسك في إن أنت تعمل أي حاجة. الاحتراق النفسي شعور أقوى بكتير من الضغط النفسي. هل الاحتراق النفسي له مراحل؟ بيبقى له مراحل. في الأول أنت ممكن تبقى حاسس بأن أنت تمام والدنيا عادي ومفيش أي مشكلة، ولكن يبدأ لو أنت مثلا في الشغل يبدأ ضغط الشغل يزيد شوية، لو أنت مثلا في مشكلة شغلاك تبدأ المشكلة دي تشغلك شوية، نبدأ بقى في تفكير كتير بزيادة، ندخل في مرحلة عدم النوم، ندخل في مرحلة بعد كده إن أنت مش عارف تفكر، مجهودك مفيش، مخك مش قادر يركز في أي حاجة. ممكن توصل لمرحلة من الضغط شديدة جدا لدرجة إن أنت ممكن تفكر في الانتحار. الاحتراق النفسي شيء مؤذي جدا ولازم تاخد بالك منه. خلينا نعمل اختبار سريع كده، هسألك 3 أسئلة أو اسأل لنفسك ال3 أسئلة دول. هل حاسس إن أنت عندك طاقة للي أنت بتعمله؟ تاني سؤال، هل حاسس إن أنت عندك شغف وحابب اللي أنت بتعمله؟ وتالت سؤال، هل حاسس بقيمة اللي أنت بتعمله؟ طب ليه بسألك الأسئلة دي؟ لأن الوعي هو أساس حل المشكلة. كل ما تبقى واعي للاحتراق النفسي وأشكاله أو هو أعراضه عاملة إزاي، كل ما هتعرف تحل المشكلة أصلا. سؤال تاني، هل تقدر تقيم لي قدرتك على التركيز في شغلك ومهامك اليومية كم من 10؟ طيب هل هي كانت كده من شهر من شهرين فاتوا، ولا في حاجة جدت خلت تركيزك أقل؟ طاقتك كم من 10 دلوقتي؟ وهل أنت كنت زمان عندك طاقة أكتر من كده وكان عندك شغف أكتر من كده؟ تقييمك للمشكلة زي ما قلنا من شوية هيساعدك إن أنت تحلها. طب يا ترى إيه أسباب الاحتراق النفسي؟ حقيقي الاحتراق النفسي مش بس أسبابه خارجية فقط يعني، لكن له أسباب خارجية وأسباب داخلية. أسباب خارجية زي إن تكون بيئة الشغل اللي أنت شغال فيها تكون بيئة سامة، الموظفين صحابك زمايلك مش متفاهمين معاك، بدل ما نبقى شغالين كتيم مع بعض، لا احنا شغالين ضد بعض. ان يكون في تاسكات كتيرة ويكون المدير بيغلس عليك بزيادة ويكون دايما بيحاسبك على الوحدة، ده برضو بيعمل ضغط واحتراق نفسي. طيب ايه الاسباب بقى الداخلية؟ حاجات بقى جواك انت بقى، ان انت تكون شخص اصلا بتحب المثالية جدا، بتحب ان انت ما تغلطش، ان انت تعمل كل حاجة بيرفكت. طبيعة شخصيتك بتحاسب نفسك على الوحدة، ضميرك صاحي جدا، بتحس بالذنب بسرعة، ما بتديش نفسك وقت ان انت ترتاح، ما بتديش نفسك الحق ان انت ترتاح، تبقى غايص جدا في الشغل ومنغمس فيه جدا لدرجة ان انت مش بتفكر ايه احتياجاتك اصلا. اكلك مش كويس، نومك مش كويس، حياتك الاجتماعية مش كويسة، كل حاجة بره الشغل مش كويسة، لكن شغلك لا تمام، اهم حاجة في حياتي شغلي، ولكن في حاجات تانية لو انت ما خدتش بالك منها هتؤدي الى احتراقك النفسي. مشكلة كبيرة برضو جدا لو انت شخص مش بيقدر نفسه وبيستنى دايما التقدير من بره، ولو ربنا وعدك بقى بمدير مش بيقدر اللي انت بتعمله، دايما هتبقى متعكنن ومتضايق عشان انت مش بتعرف اصلا تقدر نفسك من جواك. حقيقي اكتر حاجة ممكن تكون بتستنزفك في شغلك هو طريقة تفكيرك في الشغل، مش الشغل نفسه. طيب ايه الحل؟
الحل انه قبل ما تبدأ ان انت تواجه الاحتراق النفسي اللي انت عايش فيه حاليا، محتاج ان انت تعرف ايه اللي بيستنزفك اصلا وتبدأ توقفه. لو بيستنزفك ان انت ما بتعرفش تقول لأ، محتاج تتعلم ازاي تقول لأ. لو بيستنزفك ان انت بتقبل مهام فوق مهامك، محتاج توقف ده. لو انت بتشتغل شغل عشان بيصعب عليك، مثلا زمايلك بتشتغل شغلهم، محتاج توقف ده. محتاج تقعد كده مع نفسك تعرف انت ايه اللي بتعمله زيادة فوق طاقتك وتوقفه. يعني يا دكتورة أنا كده مش هبقى أناني وأنا بقول لأ لزمايلي أو بطلب إن أنا وقت يكون ليا راحة أكتر، أنا كده ما أكونش أناني؟ حقيقي أنت كده مش أناني. أنت كده لما تحافظ على نفسك وتحافظ على مساحتك الشخصية وتحافظ على نفسيتك، ده هيخليك تأدي بشكل أحسن في شغلك، ده هيخليك أفضل في شغلك. لأنه إيه الفايدة من إن أنت بتخلص مهامك بس بتخلصها غلط، أو بتخلص مهامك بس صحتك بتضيع، فيجي أيام تضطر إن أنت تاخد أيام أجازة وما تروحش الشغل أصلا عشان أنت مش قادر. فأنا كل ما أحافظ على نفسي كل ما شغلي هيبقى أحسن وأفضل. إزاي ممكن أرفض مهمة زيادة من غير ما أحس إن أنا أناني؟ ببساطة شديدة جدا، إن أنت بتعتذر في نفس الوقت بتقوله أنا لما أقدر أعملها لك المهمة دي هعملها لك، بس أنا مش قادر دلوقتي. وده أسلوب في الرفض فيه احترام للشخصية اللي قدامك، بحيث إن هي تقدر اللي أنت فيه حاليا. حقيقي كل مرة بتقول على حاجة مش مناسبة ليك، أنت كده بتقرب أكتر من الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي الوظيفي قاتل صامت، ممكن يوصلك لأن أنت تفقد حياتك لو أنت مركزتش في اللي بيحصل معاك. في ناس وصلت لمرحلة من كتر الضغط بسبب الشغل والاستنزاف والتفكير لموت مفاجئ وبنسبة كبيرة. وفي ناس وصلت لمرحلة إن هي بدأت تفكر في الانتحار بسبب الاحتراق النفسي والضغط في الشغل. القصة مش لعبة وحياتك بجد مهمة، خد بالك من نفسك.